في وسط الليل غفلاتها جبدت السلاح وقرطساتها. باميلا ماتت بلا رحمة وسط دارها على يد السيدة اللي دارتها أعز صحاباتها. لويس ما ضيعتش الوقت، قلبت الجيوب ديال باميلا، دخلات لبيتها، خدات ليها البطاقات ديالها وخدات ليها حتى الطوموبيل ديالها. مشات جبد الفلوس من البنكة، بدلت السيدة من المظهر ديالها باش ما تبانش، دارت بيروك جديدة وبدلت حتى من اللوك ديالها. داز الوقت البوليس وصلوا عند البامية مسكينة، لقاوها ميتة، رجعوا للكاميرات فين كتخدم ودغيا يقدروا يعرفوا شكون صفاها ليها. لويس رايس ورا كلشي. من بعد شهر ديال الهروب شدوها البوليس في ولاية تكساس. كانت جالسة في واحد الريستورون كتغدى، ما خايفة من حتى شي حاجة، سايقة في راسها. ولكن واحد السرباي تعرف عليها وعيط للبوليس. جاو البوليس ما قاومتهمش، شدوها البوليس، لقاو عندها بطاقة باميلا، لقاو عندها السلاح ديال الجريمة، ولقاو عندها حتى البيروك اللي كانت كدير فاش كانت كتشفر الفلوس ديال باميلا. المحكمة في فلوريدا حكمت عليها بالحبس مدى الحياة بلا إمكانية ديال العفو. أما بالنسبة لراجلها ديفيس، المحكمة في ولاية مينيسوتا زادت حكم آخر بالمؤبد الثاني، يعني حتى لو فكرت في استئناف ما عندها حتى فرصة باش تخرج من الحبس. لويس اليوم كتعيش في واحد الحبس شديد الحراسة، كتدوز آخر أيام حياتها بوحدها، ما كيزورها حتى شي واحد. وشكون هذا فريدة اللي غيسمح ليها وهي قاتله اليوم جدهم بلا شفقة غير باش تسرقوا وتمشي تقمر بدوك الفلوس؟ يتمات ولادها في باهم وعذباتهم. القصة ديال لويس رايس كتخليك تفهم بلي الحياة ماشي ديما عادلة. شي مرات داك القريب اللي ما تقدرش كاع تشك فيه يقدر يخربق لك حياتك في لحظة. هاد الجدة تحولت لوحش بسبب إدمانها على القمر، ما رحمات حتى راجلها اللي صبر معاها سنين، وقتلات مرة بريئة غير حيت تاقت فيها ودارتها صاحبتها. اليوم ما كنعاودوش جريمة قتل عادية، هذه خيانة كبيرة بزاف. هادشي اللي كيخلي الجريمة أبشع، حيت فاش كيتعدى عليك الغريب كتقدر تفهم وتكون كتسنى العدالة تحقق، ولكن فاش كيغدرك القريب العدالة في قلبك عمرها ما كتحقق. كتعيش حياتك كاملة كتسائل علاش، والو ما كاينش جواب.